لله ولا يستعان إلا به، والحمد لله ولا حمد إلا له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي أرسل عن الحق مراده للخلق. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شعار هذا اليوم ونشيد هذه الساحة وترتاد هذا الركن، لبيك اللهم لبيك. ومن أولى بالتلبية منك يا رب العالمين، وقد خلقت الخلق بقدرتك وأمددتهم بقيوميتك وأنعمت عليهم بدينك، فلا لبيك إلا لك. تنادي الأوطان وأنت تدعو، فأنت أولى بلبيك، وتمسك الأهل وأنت تدعو، فلا يكون إلا لبيك. ويدعو المال والولد إلى أن يظل الإنسان حديثهم، ولكن لا لبيك إلا لك. سبحانك ولا تقال إلا لك. لمن هذا الزحام والاحتكاك؟ لمن هذه الكثرة الهائلة التي انصهرت فيها الأجناس وذاب البياض فيها وذاب السواد؟ ولمن هذه الحشود التي تجتمع على هتاف واحد؟ لبيك اللهم لبيك. تسيد فيه لغة القرآن ولا تساد. دعوة إبراهيم حين أمن بالحج لباها عباد مخلصون مؤمنون. قال الله أذن فأذن، فكان الإعجاز الخالد في الدنيا أن يكون مصداقا لقوله يأتوه. سبحانك يا ربي، خصصت هذا الركن العظيم من حج بيتك والوقوف في ساحة رحمتك بما لم تميز به ركنا من الأركان. خصصته بشيء حكمت فيه بما يكون إلى أن تقوم الساعة. كلفت بالصلاة وكلفت بالزكاة وكلفت بالصيام، وتركت العبيد اخيارا فيما يختارون من طاعة تقربهم اليك او ابتعاد يبعدهم عنه، ولكنك سبحانك حكمت في هذا الركن انه لا يكون حين يؤذن بالحج إلا أن يأتي القوم رجالا وركبانا من كل فج عميق. ومصداق ذلك هذه الظاهرة العجيبة في دنيا الناس، نرى انصرافا عن منهج الله في تكاليفه، ونرى احتيالا على ان يتخلص الناس من عبودية التكليف في كثير من مسائل الدين. ولكن
حين نراهم كذلك في كل هذا، نراهم يحرصون على هذا الركن ويزدادون عليه اقبالا يضيق به كل توسع، ولا يمكن ان يأويه اي نظام. اللهم انك قد قلت فأذن فأذن، وقلت يأتوك فأتى القوم من كل فج عميق. سبحانك يا رب، حين تريد ان يكون لا يكون هناك راد لما تريد ان يكون. سبحانك يا ربي، وما اصدق لهجة عبادك جميعا حين يقولون لك لبيك اللهم لبيك. ولماذا لا يكون لبيك لك يا ربي وانت لا شريك لك؟ ولماذا لا نقول لبيك لك يا ربي والحمد لك؟ الحمد بكل صوره، الحمد بكل الوانه، حتى الثناء على الاسباب، حتى الشكر للوسائط والوسائل، مرد الحمد فيها جميعا اليك يا رب. فالوسائط والوسائل والاسباب من خلقك، فان اجريت عليها ما ياتي بالخير فانت المجري يا رب. اذا لك الحمد اولا ولك الحمد اخرا. سبحانك يا ربي، من لم يحمدك لانك الذي خلقت ورزقت وانبت بالنعم، من لم يحمدك لكل ذلك فليحمدك لان لك الملك، ولانه لا معدى له ان يلتقي بك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. لامر ما يا ربي جعلت شعار حجك لبيك حتى يكون شعار المؤمن في كل امر تأمر به، وحتى ينطبع في ذهن المؤمن، وحتى يستقر في وجدان المؤمن ان دعوتك لاي امر من الامور اولى من دعوة اي خلق من خلقك، مهما سمت منزلته وعلى مركزه وعظم جاهه. سبحانك، ولا تقال الا لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا ربي نسألك يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا ولهؤلاء جميعا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. انك يا ربي ما دعوت عبيدك لزيارة بيتك والوقوف في ساحة رحمتك عرفات الا وانت تريد بهم الخير وتريد لهم الرحمة. وكل داع نعرفه حين يدعو مدعويه يعد لهم من الحفاوة ومن التكريم ومن التحف ما يليق بسماحه وما يناسب كرمه وما تتسع له امكانياته. فكيف